قصة الرجل الحكيم والمرأة ذات الملابس العارية قصة رائعة نتعلم منها الكثير. نتعلم منها إذا كنت غيوراً على شرف أختك أو بنتك أو زوجتك، فلا تجعلها سلعة رخيصة وتعرضها أمام الناس. أما إذا لم تكن غيوراً وحريصاً على لباسها، فيجب أن تتحمل تصرفات الناس وكلامهم. لنتعرف على تفاصيل القصة. كان هنالك رجل حكيم يبلغ من العمر 65 عاماً. كان جالساً في ساحة الانتظار ينتظر قدوم ابنته الذي غاب عنه 20 عاماً في بلاد الغربة. جاء رجل وزوجته، وكان يبدو أنهم حديثي الزواج. لقد كانت الزوجة ترتدي بنطالاً ضيقاً يفصل كل جسدها. لشدة ضيق البنطال لا فرق بينها وبين العارية، وكانت ترتدي قميصاً ضيقاً مفتوحاً من الأمام حيث كان يظهر جزء من صدرها. جلس الزوج والزوجة أمام الرجل الحكيم. نظر الرجل الحكيم إلى الزوج وزوجتها فانذهل من بشاعة المنظر وقال: حسبي الله ونعم الوكيل في لباسك، كم فتنت وأغرت من الشباب. خطرت ببال الحكيم فكرة لكي يعظ هذا الزوج الذي لا يغار على زوجته وشرفها. أخذ الرجل الحكيم ينظر ويطيل النظر إلى الزوجة، وركز إلى القميص حيث كان يظهر جزء من صدرها. هنا غضبت الزوجة من تصرف الرجل الحكيم وتضايقت وأخبرت زوجها بذلك. ذهب الزوج إلى الرجل الحكيم وقال له: ألا تخل من نفسك؟ لقد تجاوزت 60 من عمرك وأنت تنظر إلى زوجتي؟ ألا تستحي من نفسك؟ قال الحكيم للزوج: ألم تر زوجتك وهي ترتدي هذا البنطال الضيق؟ ألم تشاهد القميص الضيق الذي يتفجر من جسدها؟ ألم تقل لنفسك أن هنالك العديد من الشباب في الشارع سوف تنظر لزوجتك؟ سوف ينظرون لزوجتك ويعلقون عليها ويسمعوها كلام لا يعجبها. قال الحكيم: زوجتك سلعة وأنت تعرض سلعتك علينا، فكيف لي أن لا أنظر إلى هذه السلعة الرخيصة؟ قال الحكيم للزوج: هل تقبل أن ينظر الجميع إلى جسد زوجتك؟ هل تقبل أن تسمع كلاما من الناس؟ قال الزوج: لا. قال له الحكيم: إذا استر لباس زوجتك لكي لا تسمع ذلك. تغير لون الزوج وشعر بالخجل من كلام الرجل الحكيم، وقال له: لقد صدقت بكل كلمة قلتها. خرج الزوج خجلا من لباس زوجته ولم يعد إلى ذلك المكان.